بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وخماسيات الأهلي. فرحان؟ فرحان. فرحان ليه؟ أنت مش مصري؟ لا مصري. أمال إيه؟ متشجعش الأهلي ليه؟ عشان أنا مش أهلاوي. أيوة بس دي مصر، المفروض حضرتك يعني تشجع الفريق المصري. لا، حضرتك ده المنافس بتاعي. هو حضرتك في اسبانيا، المواطن الاسباني اللي بيشجع برشلونة لما يجي ريال مدريد يلعب في بطولة اوروبا مع فريق من فرنسا مثلا، المشجع الاسباني البرشلوني هيشجع ريال مدريد عشان بتلعب باسم اسبانيا؟ طبعا قولا واحدا لا. خلاص، المنتخبات حاجة والأندية حاجة. هتقول لي بس هو في الآخر اسمه الأهلي المصري. هقول له وانا اسمي محمد المصري وانت اسمك احمد المصري وهشجع بقى اي حاجه مصري بقى. آه، انا حاسس ان الناس اتفاجئت بالنتيجه. انا مش قادر افهم انتوا اتفاجئتوا يعني ليه؟ انتوا متوقعين ان انتوا كنتوا هتروحوا تكسبوا؟ انا لما شفت مستوى فريق صن داونز في مصر هنا، لا يا جماعه ده فريق جاي من اوروبا. ده فريق جاي من اوروبا اتحط غلط في القاره المقرفه بتاعتنا دي. ده فريق العيال، الثقه دي، الثقه دي وتحركات وتديله. اللعيب يبقى عليه ثلاثة ويعملها لك ثرو، وثرو صعب مش سهل يعني، ما بيلعبوش السهل كمان. هو مشكلتهم بس الوحيدة ان هم يعني بيأفوروا قوي في حتة ان هم ايه، يبنوا من تحت يعني. حتى لو اتزنق ما بيشتتش، وده بيلبسوا جوان. بس هم كفريق يعني يستحق البطولة بصراحة، بكل صراحة يعني. والاهلي مش قده خالص خالص خالص، ولا الزمالك ولا اي حد. طيب انا كنت مع واحد صاحبي قلت له لو الاهلي حظه حلو النتيجه هتبقى اربعه. لو الامور مشيت طبيعي بالمنطق النتيجه هتبقى خمسه. لو الاهلي حظه وحش هتبقى سته. حظه وحش قوي هتبقى سبعه. على حسب المستوى. بيلعبك الساعه 3 الظهر والساعه البيولوجيه والكلام ده. يا جماعه في حاجه، الاجيال اللي فاتت دي كلها كانت بتلعب الظهر. ما كانش في اضواء كشف وما كانش بيلعبوا بالليل. حتى في مصر في الدوري، بص كده الماتشات القديمه كلها بالنهار. ايه بقى يعني؟ حوار الاضواء الكاشفه والكلام ده دخل في ايه، في النص التاني من التسعينات يمكن، ان لم تخني الذاكره يعني. وفي الثمانينات ماتشات فلتة كده كانت بتلعب بالليل ساعات، لكن كان الاساس كله بالنهار. ده ماتش السوبر 94 بين الزمالك والاهلي، راحوا لعبوه في جوهانسبرج في جنوب افريقيا ولعبوه بالنهار. فدي مش حجه. وبعدين درجه الحراره حضرتك 29، واللي حضرتك ما تعرفوش ان جو جنوب افريقيا زي الجو بتاعنا بالظبط بالظبط. ليه بقى؟ لان هو بيبعد عن خط الاستواء زي ما انا ببعد عن خط الاستواء بالظبط، نفس المسافه. مش هخش في حصه الجغرافيا بس هو نفس الجو. فدي كلها مش حجج. هي في فروق فرديه وفروق جماعيه، ده حقيقي. والاهلي كان موفق برضو يعني، الكره اللي بيروح بيها كانت بتروح يعني. فانت تخسر خمسة من سان داونز تاني، فانا حفل عليك. يا عم بس ده الزمالك اتغلب امبارح 2-0. لا ده الزمالك ده احنا هنجيله بقى. انا الزمالك ده مستنيني يوم الجمعه بس. يعني هو من الاخر الزملكاويه لسانهم مربوط كده عشان ماتش الترجي، واستحملنا هزيمه انبي. عندك بقى ماتش بلوزداد ده، اكون او لا اكون. حضرتك لو ما كسبتش تبقى بره، او فرصك تقريبا هتنهار. وساعتها هيمشوا فيريرا. ده المفروض يا جماعه فيريرا مدرب على قده. قلت له يا عم انت جاي انت تقول تحكم على فيريرا وتقول فيريرا مدرب على قده؟ مدرب على قده. خد دوري وكاس على قده. في 2016 جه خد دوري على قده.
طب انت بتقول على قده ليه؟ عشان انا مش شايف كوره. امبارح انبي واقفه لك صح، خلاص انت عاجز تماما. وبعدين يا سيدي، لما تيجي تغير غير بلعيب اتنين، لكن هو مجرد ما يكسب ماتش يبتدي بقى ايه. ودي على فكره آفة بتصيب كل المدربين. يكسب ماتش والتاني الغرور ياخده، يقول لك بص انا عبقري، بص ده انا كسبت بمين. فيبتدي يجود بقى، يقوم مغير لك الفريق كله. وقلنا قبل كده الانسجام اللي احنا كنا بنتريق عليه مع حسام البدري، ما قال لك لازم يبقى في انسجام من الفريق. لا فعلا ده حقيقي. ده انا لما اغير عنصر واحد ممكن الفرقه كلها ترتبك. ليه؟ انا بلعب مع اللعيب ده في الجبهه دي، فعارف هو هيديني الكرة، انا عارف هو هيجري لي فين، امكانياته ايه، هيعمل ايه، هيروح لي فين، هيتعبني ويجريني في الباص ولا هيعمل ايه. فاهمين بعض. عارف لما يرفع الكروس زي اللي عمله كده زيزو الجون التالت في الترجي، اللي اسمه ايه التونسي، المهاجم بتاع الزمالك التونسي اللي حطها، اسمه تاه معرفش عن بالي. ليه هم حافظين الاوفر بتاع زيزو؟ يعني انا وهو زيزو بيرفع الاوفر ده قلت ايه؟ المدافع ده لو مذاكر زيزو او شاف زيزو كويس هيبقى عارف ان زيزو هيعمل الكرة دي اوفر، مش هيعدي منك. لكن المدافع لعب على زيزو على انه لعيب عادي يعني، مش مذاكره. ما هو انت كباك شمال لازم تذاكر اللعيب اللي عليك، خاصة لما يكون معروف يعني ومتألق. فان انت تنزل لعيبه بقى مش فاهمه بعض، وده اللي عمله على فكره ايهاب جلال لما جه الزمالك. نزل لعيبه فيهم لعيبه كويسه بس اللعيبه ما تعرفش بعض. انا هرفع اوفر لمين يا عم؟ ومين بيجري ومين بيستخبى في المدافعين ومين. ماتش الترجي كان بالنسبه لهم حياه او موت، عشان كده عملوه. ماتش بلوزداد ده انا حاسه كده مش متفائل بيه، مش متفائل بيه نهائي. طيب فرص الاهلي في الصعود. الاهلي والهلال صدقوا زي هيصعد. الاهلي والهلال 50-50. اصل الهلال لازم يكسب سان داونز. طبعا هو الهلال لو كسب سان داونز خلاص يعني كده هتبقى خلصت رسمي يعني. انما تعادل لازم انت تكسب الماتشين. القطن ده كده كده هتكسبه بره وجوه هتكسبه، ده مش محسوب. الماتش التاني الهلال عندك سهل برضو للاهلي ان يعني طالما على ارضك سهل يعني، او في المتناول. فرصة الاهلي اكبر في الصعود رغم الهزيمة بالخمسة من الزمالك. بس تعالى شوف الاهلي بقى في الماتشات الاخيرة، انت واخد خمسة وواخد اربعة وواخد تلاتة، خدت كل حاجة، خدت كل حاجة ومقطعين الشناوي. الشناوي احسن حارس في افريقيا، انا زملكاوي بقولها لك اهو. هتقول لي يا عم ده بيتفرج على الكوره، يا جماعه في كور اتفرجوا على شوبير كده لما كان بيقف جون. في كور خلاص انت عارف ان انت مش هتجيبها. وبعدين في حاجه بتحصل لحارس المرمى اني ممكن ما يبقاش شايف من المدافعين. انا مش شايف المدافعين، بتفاجئ بالكوره قدامي ما الحقش. وبعدين الشناوي هيعمل ايه؟ هو الغلط بتاعه في الجون التالت، حتى هو محطوط في المقص بس انشاط من بعيد فانت المفروض تشيله. وانا تفسيري ان ممكن يكون ما كانش شايف او مش متوقع ان اللعيب يشوط. لكن بقيه اللي جوان هيعمل لك فيها ايه؟ يعني هو هيعمل لك فيها ايه؟ كله تسديدات من بعد الستة ياردة بقى. هيعمل ايه يعني؟ آه، اتمنى طبعا الزمالك يصعد، طبعا يعني. وخمساتك يا خمساوي، وعد الخمسات وما تقوليش انت خدت من النجم خمسة. انا خدت من النجم خمسة ورجعت هنا كسبته تلاتة يعني، فرق كان جون باين او حاجة كده يعني. آه، فأحلى ختام وأحلى سلام، خمساتك يا خمساوي.